مساء الخير. عايزة أتكلم النهاردة عن حاجة عاملة لي قلق وأرق. ليه؟ لأن كل الناس بتتفرج على مسلسلات تركية، يعني أغلبية الشعب. كريستال، فريد، ماذا لو، الحاجات اللي هي آه، خلت الناس بتقعد بالساعات قدام التلفزيون أخيرا. مش المسلسلات المصرية، المفاجأة إنها المسلسلات التركية. المفاجأة إنه مش ممثلين مصريين، دول ممثلين لبنانيين على أطراف، يعني معظمهم لبنانيين. المهم إن تركيا عارفة إزاي تعمل كل الجو الجميل ده في المسلسل، تعمل قصة، تعمل دراما، تعمل بتمثيل، أماكن سياحية، بتعمل سياحة داخلية لبلدها رائعة. أنت لازم تروح تركيا، أنت لازم تروح تركيا. أنا ما أقدرش ما أروحش تركيا، ما أقدرش ما أروحش لبنان. إحنا نيجي نعمل إيه؟ مسلسلاتنا المصرية اللي كلها حواري وكلها قتل وجرايم. ماله كان مسلسل سابع جار بتاع الفنانة المرحومة دلال عبد العزيز الله يرحمها، جاب إقبال وكان مرحلة وعايزين مرحلة تانية. ليه؟ قصة، واقع، حياة، أداء تمثيل حلو، دراما حلو، كل ده جذب الناس وكانوا بيقعدوا لها بالأوقات وبالساعات. عايزين إنتاج من هذه النوعية من المسلسلات ومن الحاجات اللي هي بتبقى جوه بيت المشاهد المصري. ندعم فيه مصر، نعمل مسلسلات بتودي الغردقة، بتودي الأقصر، قصص كلها في الجمال بتاع مصر، كلها في بيوت مصر الشيك الحلوة. احنا مش كل بيوتنا حواري وناس مش لاقية، لا، في طبقة تانية. الطبقة بتاعتنا المتوسطة العادية حلوة، والطبقة الأعلى أحلى. فليه ما نجيبش الطبقات دي؟ ليه؟ ليه على طول عاملين مسلسلات دون المستوى؟ احنا مش مصر كده. مش معنى ان انا اكون جدع ان انا اكون ابن بلد، يعني اكون واحد بيتي مكسر. لا، انا ممكن اكون بنت بلد وانا قاعده هنا في بيتي، اعرف استقبل الناس ازاي. ده اصولنا، نبين اصولنا للناس، خصوصا ان ولادنا دلوقتي لا بيقروا جرايد ولا بيسمعوا موسيقى عادله، ولا احببهم بقى في مشاهده مسلسل زي ده. في كل ده اديهم قيم في المسلسلات دي. ما اجيش انا كمان الغي قيم والغي كل حاجه واعمل ضرب وموت وقتل وخيانه. طب انت بتجيب كل ده في المسلسلات المصريه، انت عايز ايه من شبابنا؟ انت منتظر ايه من شبابنا؟ والادمان ايه ده؟ لا، ده انا ابين ايه الادمان عمل ايه في ابني او في بنتي. ادخله في القصه، ادخل قصه تانية. القيم ازاي ان كل اب وام ليهم احترامهم، كل جد ليه احترامه. العم لازم يجي كل شويه يبقى زاير البيت كانه اخ للام وللاولاد اولاده. هي دي البيوت المصريه اللي احنا اتربينا عليها. إيه الساحل؟ يعني لمة عيلة وننزل ونعمل سندوتشات وناكل. هي دي اللي تعمل فيها، حتى لو نعملها بمنتهى الرقي ومنتهى الشياكة، ونبين سواحلنا ونبين مناظرنا. فين الكلام ده؟ وفاجئ ان المسلسلات التركية عاملة مش عارفة كام مليار مشاهدة. والايه فين المسلسلات المصرية؟ هات شاهد كده، شوف فين المسلسلات المصرية. واحدة اتنين في وسط 100 مسلسل، وكلهم اعلى مستوى، غطوا علينا خالص. احنا اللي معلمين الناس دي التمثيل، واحنا اللي معلمينهم القصص والدراما، احنا اللي ابتدعنا الكلام ده. ما ينفعش نبقى بلا هوية كده ونعمل مسلسلات مش هادفة. أرجوكوا في رمضان ده أنا أنتظر منكم، أرجوكوا مسلسلات غير. شوفوا مسلسلات تركيا بتعمل إيه، شوفوا المسلسلات اللبنانية بتعمل إيه، شوفوا المشاهدة عليها قد إيه. قوة
تمثيل، مع أداء، مع قصة واقعية 100%. قصة كريستال اللي مكسرة الدنيا دي، هي إيه؟ اختلاف طبقات. ليه ما نعملش قصة زي كده مصرية؟ والله هتنجح بأدائنا إحنا المصري وممثليننا العظام. أرجوكم انتبهوا، إحنا ممكن نصدّر لولادنا معلومات من مشاهدة المسلسلات اللي بيحبوها، لإن طبعًا النت دلوقتي مسيطر عليهم والسوشيال ميديا وربنا يستر، فإحنا ندخل في مسلسلات جميلة نقدر ولادنا نصدّر لهم أفكارنا بالطريقة دي. ده اللي أنا النهارده عايزة أقوله في الفيديو بتاعي، وأرجو تكونوا فهمتوني، وأرجوكم ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم.